فالفيدباك دوت هيفرق جدا جدا، اصلا هو اصلا السبب الرئيسي اللي هيخليكي تاخدي خطوه لقدام. انت مم. هتعرفي ايه الحاجات اللي انت اوريدي بتعمليها صح، والحاجات المعينه اللي محتاجه تشتغلي عليها. فوجود الفيدباك ده مهم جدا جدا اصلا بعد كل سيشن. مم. لا زلت محتفظه بالفيدباك بتاعي لحد دلوقتي على فكره. اوه جاد. والله بجد. صح، عشان هو ده بيعرفك فعلا انا شاطره في ايه قوي، انا تمام وزي الفل في ايه، وايه مش ألذ حاجه محتاجه اشتغل عليه. وايه الحاجات اللي محتاجة اعرف اشتغل عليها، مش مجرد لا انا هتعلم جرامر بشكل كبير، انا هعرف ايه في الجرامر محتاجاه، ايه في صح. البرونانسيشن عايزاه، ايه مم. في الفوكابيلاري عايزاه. وازاي يعني التيتشر بيساعد يقولك انت عشان انت تشتغلي على البوينت دي انت محتاجه تشتغلي عليها بالطريقه دي، مش اللي هو انت بالظبط. تشتغلي على الجرامر ويسيبك في نص البحر ويمشي. ايوه بالظبط، اللي هو في ايرور معين انا عملته في الجرامر، فانا اعرفه واعرف اصلحه ازاي، مم. واطوره ازاي، في فيديوز معينه اعرف اتفرج عليها، في كتاب معين ممكن اتعلم منه وهكذا. انما اتعلم جرامر بشكل واسع ده يعني شيء مش منطقي.